السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا. فيديو النهاردة هيكون أول فيديوهات كروشيه من الصفر. هنتعلم فيه مع بعض من أول السلسلة والحشو في الفيديو ده، وهنكمل باقي الغرز في باقي الفيديوهات إن شاء الله. لو في يوم شفتي قطعة كروشيه وكان عندك شغف إن انتي تنفذيها أو تعرفي هي اتعملت ازاي وتنفذيها، وممكن كمان تنفذي قطعة أحلى منها، أو لو انتي بنوتة صغيرة أو بنتك صغيرة وحابة إن هي تتعلم صح وتعمل مشروع، او حتى تكون هواية جيدة تشغل نفسها فيها سواء هي او انتي، فالفيديو ده ليكي. غرزة السلسلة دي هي اساس البداية لاي مشروع كروشيه. بستخدمها مثلا عشان اكون سطر الاساس لبداية اي شغل كوفية او غيره. هنتعلم في فيديو النهاردة مع بعض ازاي اعمل حلقة البداية او سلسلة البداية، وازاي ارتفع منها اعمل او ازاي اشتغل منها السلسلة اللي قدامي دي. السلسلة بستخدمها في كده ان انا بعمل سطر البداية لاي شغل كروشيه. اي قطعة كروشيه بشتغلها سلسلة البداية بتاعتها بتكون بغرزة السلسلة اللي قدامي دي. بستخدم كمان السلسلة فين؟ في ارتفاع السطور. ازاي بشتغل مثلا قطعة بغرزة الحشو او غرزة النص عمود او ايا كان غرزة الشغل، برتفع ازاي وبلف الشغل بالسلسلة دي بغرزة السلسلة. في مش بيعتبروها غرزة ولكن هي غرزة. كمان بتكون في الباترونات ساعات، الباترونات المرسومة تلاقي عامل لي مثلا عمود عمود، سلسلتين وبعدين عمود عمود. طيب ما هي كده غرزة ليه؟ لأنه هي الغرزة دي بتشكل الفراغات في الباترونات. كمان هنتعلم في فيديو ده غرزة الحشو. غرزة الحشو دي هي يمكن يعتبر أقصر الغرز الموجودة في الكروشيه، أقصر الغرز اللي بتكون قطع. عندي غرزة اسمها منزلقة هي أقصر منها، ولكن مش غرزة المنزلقة ما بتكونليش قطعة، فمن أقصر الغرز اللي بتكون نسيج أو قطعة يبقى الشغل بيها زي ما انتوا شايفين كده مقفول قوي. ممتازة جدا للمشاريع اللي عايزة تماسك وإحكام في الشغل زي ما انتوا شايفين. شوفوا اهو، ممتازة في الشغل اللي عايز إحكام وعايز القطعة مقفولة. طبعا في كمان بتكون أضيق من كده لو صغرنا الإبرة، ولكن أنا مستخدمة هنا معاكم إبرة 5 علشان يعني إلى حد كبير يكون الشغل واضح. من القطع اللي بتكون عايزة الشغل محكم ومقفول زي الشنط وزي شغل الأميجرومي اللي هو العرايس والألعاب. نبتدي أول حاجة إزاي بنعمل السلسلة، سلسلة البداية أو حلقة البداية أو عقدة البداية أيا كان اسمها. أول حاجة الخيط بيكون في إيدي الشمال زي ما شفنا كده أهو، ودي إيدي اليمين الخيط بدايته ناحيتي أهو. تمام. طيب همسك الإبرة في إيدي اليمين. الإبرة بيكون ليها كذا مسكة، بتحدديها انت حسب راحتك انت. يعني مسكة الإبرة مش مقياس لأن الشغل ده كويس أو مش كويس أو إجبارا مثلا لا ده المسكة دي هي الأحسن، لا لا. الإبرة دي مسكتها انت بتحدديها حسب راحتك. يعني أنا من الناس اللي بتشتغل بالإبرة كده، طبعا فيها الجزء المبطط ده تمام، وبعدين الجزء المستوي ده أنا بشتغل بالإبرة كده. تمام. طيب في ناس دي بنسميها مسكة المعلقة أو الشوكة، وفي ناس بتمسكها مسكة القلم اللي هي كده. خلاص، من الجزء المبطط ده بيكونوا الصابعين دول وبيحكموا او بيسندوها كده، وبتكون دي اسمها مسكة القلم. فالمسكة بيكون حسب راحتك انتي. تمام. هنبتدي اول حاجة نعمل حلقة البداية. الخيط بدايته اهو ناحية اليمين. طيب بعمل ازاي؟ بلف كده اهو. تمام. بعدين ده الجزء الطويل. تمام. بجيب الحلقة كده. شوفوا اهو. وبعدين هجيب ابرتي واطلع الجزء ده، او ممكن من غير الابرة اطلع الجزء ده. شوفوا انا مسكت اللي في النص اهو. شوفوا بشد لغاية لما تقفل. ادي حلقة البداية. حلقة البداية اهي. لو مسكت من هنا اديني بصغرها من ده اللي هو واصل للبقرة اهو. انا كده عملت حلقة البداية. تمام. هحط فيها الابرة وشوفوا اهو، عملت كده حلقة البداية او عقدة البداية. طيب تاني شوفوا اهو، منتهى السهولة بتتفك تاني. ادي الخيط الطويل ناحية البقرة، بجيب الجزء اليمين واعمل كأني دايرة اهي. تمام. طيب بجيب الجزء ده
وبرجعه كده بحيث ان الخط ده يبقى في النص اللي هو الاساسي طويل ناحية البقرة. تمام. بس وبجيب الجزء اللي في النص اهو اهو واشده، اشد بقى منين؟ الناحية القصيرة اهو. تمام. طيب عايزة اقصره شوية اهو، شوفوا اهي هي على ايدي اهو، شوفوا اهي تضيق خالص اهي اهي. عملت كده انا حلقة البداية. لازم يكون عندي جزء طويل 10 سنتي او 15 سنتي في البداية، ده اللي هقفله في الاخر في الشغل او هشطب بيه الشغل. ما ينفعش اسيب مثلا حتة قصيرة زي كده، لا لازم اسيب مسافة يعني 10 15 سنتي في البداية. تمام. يعني ما ينفعش اجي، بصوا ده اول الخيط، ما ينفعش اجي من الاول اعمل كده، انا ضايق على نفسي ليه؟ لا اهو. وبعدين بعمل اهو، برجع سهلة جدا اهي. اجيب الخيط الكبير في النص وامسكه كده اهو، بقى كل الخيوط على ايدي اهو. لو شديت القصير وبعدين بضيقها منين؟ بضيقها من اللي واصل للبقرة اهو. تمام. طيب افكها ازاي؟ اهي اتفكت. حاجة تانية، ممكن في ناس بتعملها بالابرة وممكن بعدين او على ايدهم. شوفوا انا خلاص عملت الخيط ده على ايدي اللي انا هشتغل بيه ده، طبعا الخيط اللي على ايدي دوت هو ده اللي واصل للبقرة اللي بشتغل بيه، وبعمله على ايدي بالشكل ده. تمام اهو او كده. وبمسك بقى الخيط بصوابعي كده اهو كده، بمسك الخيط اللي واصل للبقرة. طيب في ممكن اعملها على ايدي مش على الترابيزة اهو، شوفوا اهو نفس الحكاية، وادخل اسحب ده اهو، شوفوا. طيب لو على الترابيزة وعايزة برضو اسحب اهو، تمام اهو، واجيب الكبير اللي واصل للبقرة اهو، نفس الفكرة اهو. اضيق منين؟ من الشمال اللي واصل للبقرة بس كده. خلاص انا عملت عقدة البداية. طيب ازاي اعمل السلسلة؟ الحلقة على الابرة اهي، وبعدين ما ينفعش كده الخيط كده قدام الابرة، لا الخيط عندي عايزاه ورا الابرة. تمام. والف كده هوك، يعني ايه؟ هخطفها كده، هخطفها او هجيبها كده اهو. عملت اول حلقة او اول سلسلة. ممكن اعملها واسعة علشان تكون كمان واضحة. تمام اهو، شوفوا اهو اهي. عملت كده اول سلسلة اهي. طيب تاني بسحب ده دايما اللي عليه الخيط اهو، الف واخد كده اهو. تاني اهو اهو بشويش اهو اهو، الف واسحب الخيط ورا الابرة، مش كده، مش قدام الابرة، الخيط ورا الابرة، والف واسحب الخيط ورا الابرة والف اخده واسحب. تمام اهو، الف واسحب. شوفوا عملت كده ايه؟ غرز البداية، او عملت كده سلسلة. دي بتكون بداية اي شغل، حلقة البداية او عقدة البداية، وبأسس على اساس الجزء بقى المطلوب مني او غيره سلسلة هكمل شغلي عليها اهو. سهلة، كل ما هتعملي هتكون اسرع، كل ما تعملي هتكون اسرع. بتحكم فيها تكون واسعة او ضيقة من ايه؟ يعني شوفوا انا سحبة كده اهو، واسعة جدا عن اللي قبلها. تمام. طيب شوفوا، عايزاكم تشوفوا دي ان انا بضيق او اوسع منين؟ شوفوا من صبعي ده، من الخيط اللي جاي من البقرة. شوفوا اهو، عايزة اعملها ضيقة قوي اهو، شوفوا شوفوا اهو. لكن علشان احنا دلوقتي عايزين وسط، لا واسعة ولا ضيقة اهو. تمام.
انا عملت كده جزء سلسلة، انا لو عديتهم 2 4 6 8 10 12، انا كده عملت 12 سلسلة. تعالوا نشوف بتتكون من ايه او هي شكلها ايه بقى. شوفوا ادي السلسلة شكلها عبارة عن ايه، عبارة عن حروف الفي او حرف سوري رقم 7، حروف في او رقم 7 من قدام اهي. لما باجي اعدهم ازاي؟ طيب بصوا، انا الغرز في ايدي اهي او السلسلة في ايدي اهي، بعد كده من هنا، منين؟ هنا اهو. يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. دي عقدة البداية دي، خلاص دي مش بعدها. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اهو. طيب دي حلقة السلسلة ودي حلقة للسلسلة. كتير بيسموا دي اللي فوق دي الأمامية ودي الخلفية، لا دي اللي ناحيتي دي، ودي الناحية التانية أو اللي فوق. لو قلبتها في شكل برضو ورا اهو، شايفين متكون ورا ايه؟ كيرفات كده اللي هو ده. بعدين هتلاقوا فيه شغل بنشتغل فيه في الجزء ده، بس بعدين مش دلوقتي. لكن واحنا بنتعلم في الأول بنشتغل عادي فين؟ في الحرف اللي فوق. الحرف اللي فوق ده هو ده اللي انا هشتغل فيه. اي سطر هنشتغله دلوقتي فين؟ في الجزء اللي فوق. تمام، بيكون وشها ليا كده وبشتغل في الحرف اللي فوق، حرف الفي اللي فوق، الناحية اللي فوق، الضلع اللي فوق، ايا كان. تمام، المهم انه الجزء اللي فوق بقلبها بيكون شكلها كده، والعدد اللي ورا ده هو نفس عدد الغرز. لو جيت اعده ادي 2 4 6 8 10 12 اهو. طيب انا دلوقتي عايزة انفذ غرزة الحشو، هعمل ايه؟ طيب ادي انا حطيت الابرة. طيب انا هشتغل ازاي؟ هكمل ازاي هيطلع عندي قطعة؟ في حاجة اسمها برتفع علشان ارجع. تمام، لانه انا عندي السلسلة اهي، لما الوقت هعمل شغل بيطلع كده لفوق، بيرتفع لفوق، الشغل بيكبر. طيب انا ازاي هكبر الشغل او ارتفع لفوق؟ بعمل حاجة اسمها سلسلة ارتفاع. يعني ايه سلسلة ارتفاع؟ يعني بزود سلسلة هي اللي بتخليني ارجع تاني اشتغل في دول. ما ينفعش اشتغل في دول على طول، يبقى انا كده ضيعت من العدد. او ازاي يعني؟ فرضا انا دلوقتي هرجع اشتغل على طول من غير ارتفاع، هدخل في دي، طب ما هي دي غرزة رقم 12، هل انا هشتغل في دي؟ لا. طب انا لو دخلت اصلا في دي وخرجت كده خلاص الغرزة شوفوا اتفكت. لا، يبقى انا اعمل ايه؟ ادي ارجع الغرزة تاني اللي اتفكت. تمام، وحاجة اسمها ارتفع سلسلة. طيب ارتفع سلسلة يبقى بفوتها واشتغل في اللي بعدها. ازاي؟ شوفوا بقى. اول حاجة عندي هدخل في الحرف ده، انا دلوقتي بعمل غرزة حشو. ادي الارتفاع السلسلة اللي هو اول واحد ده. تمام، تاني واحدة اللي هي اول واحدة بعد الارتفاع بدخل فيها في الحرف اللي فوق. شوفوا اهو، ده كده اهو، وسعته خالص اهو. شوفوا ده الحرف اللي فوق، حرف الفي اللي فوق. هدخل اهو وايه، واسحب. شفتوا بقى ايه؟ 2 على الابرة. هسحب السحب كله بنفس الطريقة. ازاي؟ مش كده، لا السحب كده اهو، واخرج من الحلقتين مع بعض. مش هتظهر دلوقتي، ولكن ايه، لما ننفذ كذا واحدة جنب بعض هتظهر. طيب اللي عليها الدور ايه؟ هل اللي عليها الدور دي؟ لا، انا خلاص دي انا اشتغلت فيها اهو. اهو غرزة الحشو طالعة منها اهي. لا خلاص دي افوتها واشتغل في الضلع اللي بعدها اهو. ادخل واسحب والف الخيط على الابرة واخرج. ادي من حلقة وادي من حلقة، خرجت من الاتنين. اصبح عندي هنا غرزة حشو تانية. تمام، طيب اشتغل في دي تاني؟ لا دي وسعت. طبعا بعدين يعني في حاجات هتحل بقى الوسع دوت، في طرق بقى شغل، ولكن ده كبداية اتعلم ازاي اعمل الغرزة نفسها.
تمام. اللوب اللي عليه الدور او الحرف اللي عليه الدور اهو، ادخل والف ازاي كده، مش الف كده، في ناس لا غلط مش صح، الف كده اهو، اخد الخيط ورا الابره واسحب واخرج. شوفوا من الاتنين مع بعض، هياها اني ادخل تاني واسحب واخرج واسحب واخرج من الاتنين مع بعض. دي غرزة الحشو. في ناس بتسمي كمان غرزة الحشو دي بتسميها الغرزة الساقطة، علشانها ايه قصيرة قوي، هنشوف برضو مع بعض. طيب اهو الغرزة اللي عليها الدور، الحرف اللي عليه الدور اهو، بدخل في الحرف اللي فوق بيتبقى عندي، شوفوا اهو الكيرف اللي ورا باين من قدام اهو، وده الحرف اللي تحت. لا انا هدخل هنا والف واسحب، يتبقى عندي 2، الف واسحب منهم الاتنين مع بعض. تمام اهو. تاني ادخل في الحرف اللي فوق واسحب واخرج واسحب تاني واخرج من الاتنين مع بعض. كمان اهو واخرج من الاتنين مع بعض، وهكذا. ايوه اهو اسحب واخرج. ايدي او باقي ايديا اللي هو في ايدي اليمين اهي ماسكه ايه، ماسكه الشغل ده عليه الخيط، وده ماسك الشغل. كتير برضو او ناس تانية بتشتغل ازاي، شوفوا انا ببقى ماسكه كده. طيب في بيشتغلوا كده عادي اهو، اهو بصوا اهو، اهو مش ماسكه، بس هترجعي برضو تمسكي تاني علشان تتحكمي في خروج الابره من الحلقتين. تمام. انا بحب امسك كده بالظبط، يعني امسك اللي انا هشتغله اهو. شوفوا وسعت عشان اعدي ولفيت وخرجت واهو. تاني ادخل في الحرف اللي فوق والخيط قدام الابره والف واخرج من الحرف، وبعدين الف واخرج من الحلقتين اللي اتكونوا على الابره. تاني اهو ادخل في الحرف الف واخد الخيط او اسحب الخيط، يتبقى عندي حلقتين، اسحب واخرج منهم هما الاتنين. تاني واسحب. شوفوا دي اخر واحدة عندي، شوفوا شكل عقدة البداية اهو، ادي العقدة بتاعة البداية. خلاص انا كده خلصت ايه، ده اسمه سطر، ده اسمه سطر او راوند، ولكن هو اسمه سطر او صف. تمام. شوفوا بقى لما اجي اعد، ادي 2 4 6 8 10 12، طلعوا عندي 13 عشان انا زودت كنت غرزة بعد ال 12. تمام. انا كده عندي كام، 13 غرزة. شوفوا ده في الاول، شوفوا واضح اهو، دي سلسلة الارتفاع ودي اول غرزة بعد الارتفاع. اعد من عندها، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. تمام. شوفوا بعد ازاي، زي ما قلنا الاول من عد السلسله، هي اصلا اللي اتكون عندي هنا دلوقتي وكانه ايه، وكانه السلسله اللي انا كنت لسه عدها في الاول، اللي هي سلسله البدايه اهي، نفس شكلها اهو، حروف في او سبعات. تمام اهو. بعد منين، من الحرف الخلفي، باخد بالي من الارتفاع اللي هنا واعد. انا كده عديت. طيب لو انا حد بيتلخبط وانا راجعه مثلا دلوقتي، طب انا اعرف دي ازاي وهي نايمه كده، انا ممكن افتكرها مثلا هي الارتفاع. لا، في ده اسمه ماركر، بيتباع عند اللي بيبيع الخيط. والله مش عندك ممكن بنسة شعر، ممكن دبوس من اللي هو بيتقفل، اللي هو الدبوس العادي اللي مش فيه قطع بلاستيك، ده دبوس المعدن برضو تعلمي بيه. هو انا الدبوس اصلا شكل الماركر ده. تمام. بصوا احنا قلنا ان ده الارتفاع ودي اول غرزة، عشانها نايمة شوية كتير بيتلخبطوا فيها وبيفتكروا ان هي ايه، الارتفاع. وكتير برضو بتحصل غلطات في الشغل وانتي بترجعي وبترتفعي بالادوار، بتفتكري ان هي ايه، دي الارتفاع، وكتير جدا بينسوها، ودي بتسبب اخطاء في الشغل. انا ممكن اعلمها ازاي اهو. بصوا
بصوا ادخل تحت الحرفين بتوعها واقفل المارك، ودي بقت اول غرزة عندي اهي، واعد من عندها ادي 2 4 اهو 6 8 10 12 13 اهو 13. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ عشان ارجع بعمل حاجة اسمها ارتفاع اهو، ارتفع سلسلة واعمل ايه؟ شوفوا بالظبط الشغل في ايدي اهو، بعمله كده شوفوا قلبته او لفيت الشغل. طيب اخر غرزة انا اشتغلتها اهي، شوفوا الحرفين بتوعها فين اهو، هي اول غرزة هشتغل فيها بعد ما الف الشغل اهو، معلمها كويس جدا اهي. تمام، الف الشغل اخد بالي اني ما فوتهاش، يعني مش اقوم داخله في دي على طول اللي هي دي، لا هي اهي، شوفوا اهو ادي اول غرزة اهي، ما اشتغلش في دي كده يبوظ لي الشغل، يخلي الشغل يلم مني. تمام، لو بقى شغل كبير ومش هعده، لكن انا دلوقتي هعد هراجع بالعد. تمام، يبقى هشتغل في دي غرزة حشو، ارتفعت سلسلة وهدخل تحت ايه الحرفين دول، شوفوا اهو حرفين الفي اهو. لما اجي اشتغل ادي تاني هدخل فين؟ تحت الحرفين دول، شوفوا اهو بصبعي اساعد اهو، ده الفي. يعني ايه؟ يعني الفيهات دي كل الفي دي هشتغل تحت الحرفين بتوعها. بعدين هيكون في شغل في حرف واحد، في حرف امامي اللي هو فوق دوت، ده بعدين. لكن في البداية عشان اتعلم الغرزة اشتغل، عشان بس ما نتلخبطش هدخل هنا. طيب انا لفيت الشغل، ارتفعت الاول سلسلة، لفيت الشغل ادخل في اول غرزة تحت الحرفين بتوعها اهو، واسحب واخرج نفس شغل الحشو اهو. تمام، بعدين انا كده بريح نفسي، بجيب خيط وبسحب من الشلة وانا بشتغل اهو، الف واخرج من الاتنين مع بعض، من واحدة ادي التانية. تمام، طيب بعدين اهو بدخل في تاني واحدة اهي اللي عليها الدور دي، مقعدش ادخل هنا تاني خلاص عشان ما اتلخبطش اهي، واضحة اهي. اشتغل في دي والف واخرج منها، والف واخرج من واحدة والتانية. تمام، ادي اللي بعدها هدخل تحت حرفين اهو، الف واخرج والف واخرج من الحلقتين مع بعض تاني اهو، ادخل تحت الحلقتين حرف الفي بتاع الغرزة، الف واخرج والف واخرج تاني اهو، الف واخرج تاني. هكمل السطر دوت وارجع لكم. وانا بشتغل هتلاحظوا ان الشغل بيعمل كده، تفرديه خلاص اهو. تمام، شوفوا بقى شكل غرزة الحشو، بصوا. طيب ده وش الغرزة دلوقتي وانا بشتغل، وده ظهرها اللي هو هنا ايه، اللي هو هنا كان اللي تحت وشها، وده ظهرها. تمام اهو، خليني اشتغل دول الباقي معاكم. بشتغل بدخل تحت الحرفين وبلف واخرج من الاتنين اهو، بدخل تحت الحرفين وبلف واخرج من الاتنين. الماركر اللي انا حطاه او العلامة اللي انا حطاها دي فكرتني ان دي ايه، اول غرزة. كتير بقى بيفتكروا ان هي نازلة كده او نايمة كده، فهي من كده ويلفوا كده ويرجعوا، لا. فبعد شوية بقى يلاقوا ان الشغل ايه، محرود او ايه مايل كده، فبيكون الغلطات في كده. يعني بعض يعني غلطات بسيطة، ولكن نتيجتها بتكون مش كويسة ان انت تضطري تفكي تاني. فخلاص انا كده دي فكرني انه دي اول غرزة. انا اهو احط الماركر اهو، وهدخل في الحلقتين واسحب واخرج من الاتنين، شفتوا اهو. نيجي بقى دلوقتي نراجع. مهم جدا انك وانت بتشتغلي تراجعي اول باول، ده بيبعد عنك اي حاجة ان يكون عندك غلطات في الشغل، وربة بقى في الشغل كده لما ترتفعي وتكوني تعبتي فهتضطري ان انت تفكي. لان طبعا من الاتقان في الشغل ان انا اي غلطة شفتها اراجعها تاني، افك واعيدها تاني. لو الخيط فتل مني ومثلا سحبت الخيط مفتل مثلا هنا شكله لا بيبقى باين، لا فكي واعدلي الخيط واشتغلي تاني. طيب
دلوقتي انا هاجي راجع الشغل. بصوا ادي ايه، ادي اول غرزة، تمام اهو، ادي 2 4 الكيرفات اهو لفوق، 6 8 10 12 اهو، ودي 13. يبقى انا كده 13 عملت 13 دول، تاني سطر 13، يبقى انا كده شغلي مظبوط. طيب انا هشتغل هنا ايه اهو، شوفوا بضيق الخيط اهو، شوفوا بوسعه بالابره تاني اهو اهو، تمام. طيب عشان قلنا ارتفع بغرزه واحده، ادي غرزه الارتفاع، ودي الغرزه الاولى اللي هشتغل فيها دلوقتي حشو بعد ما الف الشغل، اللي هي اخر غرزه في السطر السابق اهو. بلف الشغل وادخل فيها على طول وما اتلخبطش فيها، ما ادخلش في اللي بعدها، بلف واسحب من الاتنين مع بعض، ادخل والف واسحب من الاتنين مع بعض، تمام. مش عايزه اتلخبط تاني او كده، فوانا في نفس السطر خلاص بفكر برضو نفسي. ممكن اصلا بعد ما انا لفيت ارتفعت ولفيت الشغل ده في السطر السابق، عملت اول غرزه اجري اعلمها كده اهي، خلاص انا علمت كده لنفسي ان دي اول غرزه في السطر اللي فات، اللي هي هتبقى اخر غرزه هنا عشان ما انساهاش وانا بكمل السطر. انا كده شرحت غرزه الحشو. تتدربي بقى مع نفسك او تكملي ان انتي تعيدي اخر غرزة، تعملي ارتفاع وبعدين تلفي الشغل وترجعي تاني. علمي بالماركر بيكون افضل كتير، وبرضو بتتعودي ان انتي خلاص بتنتبهي انه الارتفاع اول غرزة فين، ما تنسيهاش. تاخدي بالك دايما عند اخر سطر ان اللي نايمة شوية دي غرزة مش هي الارتفاع. تتدربي ان انت ترفعي بقى الشغل كمان شوية. في الاول هتلاقي ايدك مش مظبوطة، او مثلا في غرزة واسعة شوية عن غرزة زي كده، مثلا هتلاقي ايدك الاول مش مظبوطة كده، هتلاقي مثلا ايه الاول عملتي فرضا ايه دي كانت واسعة كده، فانت نسيتي واشتغلتي مثلا كده، خلاص اهو اهو، شفتوا. طيب تاني واحدة انت ايه غصب عنك ايدك شدت الخيط قوي، تمام. تالت واحدة رفعتي كده ونسيتي تقفليها وعملتي كده، لا سوري ما نلفش قبل ما ندخل، مثلا دي كانت واسعة كده ودخلتي خرجتي مثلا كده، شوفوا وارد جدا انه ده يحصل. في الاول اشوفه دي مهوية دي مظبوطة دي مهوية، عادي فكي الواسعة القوي مثلا، خلاص سيبي دي. انتي بعد كده بالتدريب وبالممارسة هتلاقي ايدك ظبطت وكله بقى ايه اسطمب واحد، وكل الغرز هتكون مقاس واحد. غرزة الحشو اللي احنا اشتغلناها النهاردة مع بعض دي بتكون رمزها في الباترون او الدياجرام، الباترونات يعني. الرمز ده في الباترونات المكتوبة بتكون اسمها كده اختصار اس سي، واحيانا بتكون اس اس. اسمها ايه؟ اسمها سنجل كروشيه، تمام. السلسلة اللي احنا اشتغلناها اللي هي السلسلة في الاول ساعات بتجيب لي مثلا شغل يقول لي ايه في الباترون كده، بعدين طبعا رمزها دايرة كده مفتوحة. الدايرة المصمطة دي او النقطة السوداء دي او النقطة عموما الكبيرة دي اسمها سليب ستيتش، رمزها اس ال او اس تي، دي اللي هي الغرزة المنزلقة. ان شاء الله نشرحها في الفيديو الجاي مع غرزة النص عمود ان شاء الله. كده خلصنا في الفيديو ده شرح غرزة الحشو. لو وصلتوا للجملة دي في الفيديو فشكرا جزيلا على المتابعة. يا رب أكون قدرت أوصل شرحها بشكل مفيد يفيدكم. أتمنى أن انتوا تجربوا معايا، وإن شاء الله نتقابل في فيديو جديد وغرزة جديدة.